أهلا بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. فاكريني طبعا، أكيد رجعت لكم تاني يا حبايبي، وهكون معاكم هنا على قنوات فيلم في ثواني. حابين بس نعرفكم إن كل الفيديوهات اللي كنتوا بتحبوها للأسف اتمسحت، لكن مع بعض هنعمل فيديوهات أحلى وأحلى بكتير. أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايكات كتير قوي وشير كتير كمان علشان نقدر نكمل، ولو عاوزين نكمل معاكم بجد محتاجين دعمكم ده الفترة اللي جاية. وأسفة لو طولت عليكم، يلا بينا بقى نبدأ المسلسل. بيبدأ مسلسلنا بواحد بيقتل واحدة وبيهرب، وفي مكان تاني بطلتنا تشو بنعرف انها بتشتغل شغل بيخوف الناس، وبنعرف انها بتعمل ميك اب للجثث علشان تروح العالم بتاعها متزينة، او دي معتقداتهم. وفي يوم كانت بتزين واحدة وبتشوف معاها اسورة بتنور، ولما بتمسكها بتختفي وبتروح لعالم تاني، وبتصحى على روح الست اللي ماتت، والكل بيتصدم انها لسه عايشة. حتى القاتل اللي بنعرف انه بطلنا سو بيستغرب لانه كان مبعوث من ولي العهد علشان يموتها. ولما بتقوم تشو بتستغرب نفسها، بس بتعرف انها عبرت الزمان. وبيحاول سو يقتلها تاني، بس بتاخد شنطة الميك اب بتاعتها وبترش البودرة عليهم، وعلشان هم من العصور القديمة فكروا ان البودرة دي سم جاي من زمن تاني. اما ولي العهد فبيبعت واحد تاني اسمه يي علشان يتأكد ان الاتنين اللي بعتهم قبل كده قتلوا تشو. اما تشو فبتفهم ان السم ده هي الوحيدة اللي معاها من المضاد بتاعه، ومش هتديهولهم الا لما يعملوا لها حاجة. وبعد شوية بيقدم لها واحد اسمه يو الاكل، وبيشوف سو وبيسأل تشو مين ده. قالت له ان ده الحارس الشخصي بتاعي. فبيفتكر سو لما طلبت تشو منه هو وصاحبه تنج يساعدوها تلاقي جثة علشان تقدر ترجع للمستقبل تاني، وبعدين هتديلهم مضاد السم. وبتتفق معاه على 3 حاجات. اول حاجة انه ما يبعدش عنها علشان يحميها، تاني حاجة يساعدها علشان تلاقي جثة، والحاجة الثالثة لما تعرفها وتفكر فيها هتقولها له. وطبعا الكلام بتاعها بيستفزه وبيمشي ويسيبها، وبينزلوا على السوق علشان يدوروا على جثة. ولما بتمشي قدامه بيشوف فيها حبيبته، وبيفتكر ان السم بدأ مفعوله يشتغل. وتاني يوم بيشوف سو وصاحبه دينج شنطة وبيلاقوا فيها حاجات كتير، وبيحرص سو الباب وبيفتكر كلامه مع ولي العهد انه هيموت تشو. وفجأة بتدخل عليهم تشو، بتشوف شنطة الميك اب بتاعتها متبهدلة، وبتعرف انهم لعبوا فيها، وبتشوف اثار الروج على دينج. ولما بيقربوا منها بتقول لهم ان اللي انت اخدته في بقك ده سم، ولو قربت مني هتموت. بس سو ما بقاش مصدقها ولسه بيقرب عليها وهي بتبعد، وفجأة بيضربها وبيغمى عليها وبيكتفها وبيحط السيف على رقبتها، وبيقول لها اديني المضاد يا اما هقتلك. وفي مكان تاني بيجي واحد بيقول لولي العهد ان اخته الكبيرة بدأت تشك في الموضوع، وبيقول له ان سو ودينج اتمسكوا وخطتهم فشلت. اما سو فبيهدد تشو علشان تديه مضاد السم، بس بتقول له انت لسه ما ساعدتنيش لحد دلوقتي، ودينج كده هيموت، وانا عارفه انك مش هتقتلني علشان لو كنت عايز كنت عملتها لما اغمى عليا، ودلوقتي فكني علشان نتكلم. وبيفكها علشان عارف ان عندها حق، وبتطلب منه يعمل لها اكل، وبيقول لها انت مش خايفه لاسمك بالاكل بتاعك؟ قالت له بضحك خليك رحيم معايا ووعدني انك تحميني النهارده. وبيروحوا مكان فيه جثه وبتاخد منها حاجات، وهو واقف وما كانش مصدق انها بتعمل كده، وبتقف قدام الجثه وبتقول انا عايزه ارجع تاني، بس مفيش حاجه بتحصل. ولما بيشوف سو يأسها بيعرض عليها يشربوا عصير، وفي الطريق بيهاجموهم ناس وبيتخانق معاهم سو وبيهربوا منهم. وبيروحوا على مكان بس بيشوفها قاعده غريبه على الكرسي، وبيسالها انت قاعده كده ليه؟ قالت له انت عامل زي الاكس بتاعي. وبيسالها يعني ايه اكس؟ قالت له يعني حبيبي القديم، كان دايما بيعلق على تصرفاتي. وبتحكي له ان هي بتشتغل شغل غريب وبتزين الجثث اللي ماتت. وفي يوم كانت بتزين واحده ولقت نفسها هنا، وبيقول لها سو انت مش شبه الست اللي سمعت عنها كلام وحش. وبتقول له سو انت عارف انك لو فكرت في حد بشكل حلو يبقى انت بدأت تحبه؟ بس مش بيهتم بكلامها وبيقول لها يلا، بس بيشوفها انها من كتر شرب العصير ما بقتش واعيه لنفسها. وبيطلب الحساب وبيشيلها، بس وهم في الطريق بيقابلهم واحد تاني وبيهجم عليها، بس المره دي بيعور سو. وبتتخض تشو من اللي شايفاه وبتاخده على البيت، وبتنادي على يو علشان يساعدهم، وبتحاول تسعف سو. وفجأة بيقوم وبيستغرب اللي هي بتعمله. وفي مكان تاني بيجي وبيقول لولي العهد ان هم فشلوا تاني يقتلوا تشو، وبيقول له ان سو اتحالف معاها ودينج محدش لاقيه. وطبعا ولي العهد بيتعصب، بس بيقول له انه هيعمل المستحيل علشان يرضيه. اما سو فيو كان بيساعده يعالج جرحه، وبيشوفه بيضحك وبيساله انت ازاي بتضحك وانت بتعور؟ وبيقول له اصلا انا كنت بساعد قطه في الطريق بس كانت غشيمه شويه، ويقصد بيها تشو. وبيضحك يو على كلامه وبيتعصبوا عليه الاثنين وبيقولوا له يسكت. وبتروح تشو لدينج ومعاها طبق فيه القطن بدم سو، وطبعا لما بيشوفه بيخاف على سو صاحب عمره. وبتقول له تشو ان هو دلوقتي كويس بس ممكن يموت لو ما قلتليش مين اللي عايز يموته. وعلشان بيرفض يتكلم هددته بسو، وعلشان هو بيحبه وافق
انه يساعدها. وتاني يوم بتطلب تشو من يو ان هو يجيب حراس علشان يحرسوها بالليل علشان الوضع ما بقاش كويس في القصر، وبيعرف ان هي ذكيه علشان مبعوث بيه جاي النهارده وعايزه تحرسه، بس ما يعرفش ان هي بتتفاجئ لاول مره بالخبر ده. وبتروح تطمن على سو، بتلاقيه كويس وعايزه تعرف منه مين اللي بيحاول يقتلها، بس هو بيرفض يقول لها. وبتحاول توقع ما بينه وبين دينج ان هو بيحب نفسه اكتر منه، بس هو مش بيصدقها علشان عارف صاحبه كويس. وبعد شويه بتاخده هناك وبيطمنوا على بعض، وبيفك سو دينج وبتطلع لهم ازازه على اساس ان هو المضاد للسم، وبتقول لهم دي واحده بس شوفوا بقى مين اللي هياخدها. وطبعا الاتنين علشان اصحاب اوفياء كل واحد عايز صاحبه هو اللي ياخد مضاد السم، بس سو بيقول لدينج ان في طرق كتير انا هقدر اوصل لها، خد العلاج وما تشغلش بالك. وبياخدوا دينج وبيحطوا معاه، وبيجي واحد وبيقول لتشو ان ولي العهد عايز يقابلها، وبتروح تقابله بس بتستغرب ان هو بيقول لها يا عمي. اما دينج فبيكتب رساله لسو ان هو هيروح لولي العهد ويقول له كل حاجه، وبيطلب منه ما يتصرفش وانه هيرجع له تاني وجنبها مضاد السم. وبعد ما بيمشي ولي العهد بتشوف تشو رساله دينج وبتاخد المضاد قبل ما بيشوف سو، وبيقرا صوت الرساله وبيعرف انه مشي علشان عنده حاجات لازم يعملها. وبتقول له تشو يمكن يكون راح علشان يجيب ناس تقتلني، قال لها انا لو عايزه اقتلك هعمل كده لوحدي من غيرهم. وبتقول له خلاص ما تهتمش، وبتطلب منه يروح السوق. وبيحكي لها ان ولي العهد عنده اخت كبيره بتساعده في امور الدوله لما بيكون الملك تعبان، بس هي في الاول وفي الاخر واحده ست واخرها المساعده. وبتشوف تشو ان سو قلقان على دينج وبتديله ياكل، وبيقول لها انت الاكل اللي جايباه للناس بتاكليه؟ قالت له انا بشارك معاهم الحلو والوحش. وبنعرف انها بتعمل كده علشان مبعوث بيه جاي ولازم ترحب بيه كويس. وبتقوله ان دلوقتي ما عادش ليك حد والكل اتخلى عنك، وبتطلب منه ان هو يبقى معاها، وبتعمل حركه سيف. وبنعرف ان دي حركه وعد منها علشان مش هتسيبه. وبتقوله انت من النهارده هتبقى الحارس الشخصي بتاعي، بس هو بيتعشى ومش بيوافق يبقى الحارس الشخصي بتاعها. وبتقوله لو ما عملتش اللي انا عايزاه، وبتقرب منه بس هو بيتكسف من قربها ليه وبيبعد وبتضحك عليه. وبعد شويه بيجي مبعوث بيه وبيقعد مع تشو وبياكلوا وبيشربوا وبيقول شعره، وبتقوم تشو تقوم شعرها بس كان حاجه كده شبه الشعر. وعلشان يو يعدي الموقف بيسقف، وكان الشعر اللي قالته جميل. وبعد شويه بيقول سو لتشو ما كنتش اعرف ان انت عندك مواهب كتير. وبتقول له انت وقعت في حبي ولا ايه؟ وبيقول لنفسه الظاهر انها ما تعرفش ان الشعر بتاعها ده مش شعر اساسا. وبتيجي بنتين وبيقولوا كلام جميل في حق تشو وفي الشعر بتاعها، وبيقولوا لها انت ليه ما اتجوزتيش؟ وبيقول لهم سو يسيبوها براحتها يا اما هتبقى ارمله. ولما البنات بيمشوا بتقول تشو لسو انت متضايق علشان انا بقيت مشهوره؟ قول لي. وبيمشي علشان مش مهتم بكلامها. وبتوقفه وبتساله لانها عرفت ان ولي العهد ومبعوث بيه اصحاب، فبتطلب منه يديها تفاصيل. وبيقول لها ان كل سنه ولي العهد بيعمل ترحيب لمبعوث بيه، بس السنه دي انت اللي عملتيها. وبالليل بتقعد مع مبعوث بيه وبيشربوا وبياكلوا وبيغنوا. وبيقوم سو يعمل فقره، بس موهبته في استخدام السيف عجبت تشو. وبعد شويه بتكمل شرب عصير العنب مع سو، وبتقول له على فكره انا حاسه بكل حاجه، وبترقص معاه بس هو كان مضطر يستحملها. وبعد شويه بتروح تدور على الاوضه بتاعتها، وبتذكره ان هي قابلته في مشهد رومانسي في مكان تاني. ودينج بيقول لولي العهد ان هو وسو ما خانوش وان تشو كانت واخداهم، وبيقول له ان هم عندهم خطه علشان ياخدوا القوه العسكريه زي ما هو عايز ومش محتاج مكافاه، وكفايه عليه ان هو يخدمه. وبيمشي بس ولي العهد كان متضايق من كلامه علشان مفيش حد بيخدم ببلاش، وبيأمر يراقبه. وبعد شويه بتقوم تشو وبتفتح الباب وبتشوف واحد قدامها كان عايز يقتلها، ولما بتصرخ بيجي الجنود وبيجروا وراها. وبتروح بسرعه لاوضه سو وبتقول له ان كان في واحد عايز يقتلها، بس هو ما صدقهاش لان مفيش حد عايز يقتلها غيره. وبيجي في باله ولما بيقعدوا بتشوف السيف بتاعه، وبتقول له انه شبه سيف المجرم اللي كان عايز يقتلها. وبتلومه علشان هو سابها لوحدها وما حبهاش. وبيقول لها افهمي انت جايه هنا علشان اقتلك مش احميكي. وبيقول لها بما انك بقيتي في امان اتفضلي اطلعي، بس هي بتترجاه ما يسيبهاش لوحدها تاني في الخطر علشان هي ما تعرفش حد هنا وما بتثقش الا فيه، بس هو مفكر ان دي حيله منها. وبتقول له انا مش بعمل حيله، انت مش شايف ان انا اتعورت؟ وبيشوف في ايديها جرح وبيجيب علبه الاسعافات وبيعالجه لها. ولما بيشوفها بقت كويسه بيطلب منها تمشي، بس هي بتقول له انا هنام هنا على السرير وانت نام على الكرسي، بس هو بيرفض ولازم تلاقي حيله علشان تخليه يوافق تنام هنا. وبتقرب منه وهو بيبعد وبتقول له خلاص نام معايا على السرير، بس هو بيقول لها ما ينفعش. وفجاه بيتضير وبيقعوا الاثنين على الارض، وساعتها بيستسلم وبيقول لها نامي على السرير وانا هراقب المكان. وبيطلع بره وبيفتكر مواقفهم، وبيقول لنفسه شكل كده حبتها. وبيدخل جوه علشان يغطيها، وبيلاقي معاها مضاد السم وبياخده علشان يشربه، بس بيلاقي طعمه وحش. بس بيسمعها وهي بتقول لسو يساعدها ويجي جنبها، وبيقرر يحتفظ بمضاد السم. وتاني يوم بتصحيه وبتقول له انت واخد حذرك قوي. قال لها طبعا علشان واحده زيك لازم الواحد ياخد باله منها. وبتقول ان هي لازم تروح للي بيحاول يقتلها علشان يعفو عن حياتها، بس بيعرف منها ان هي ما تعرفوش وعايزه مساعدته. وبيقول لها ازاي اكون صريح واساعد واحده زيك وانا عارف انك بتكدبي عليا ومفيش حاجه اسمها مضاد سموم اصلا. وبتعرف انه مش معاها وهو اخده. علشان تطلع من الموقف بتقول له ان انا اكيد مش همشي بالمضاد الحقيقي في كل مكان ولازم يبقى معايا واحد تاني، وبتطلب منه يساعدها ان
هم يلاقوا جثه تكون لسه ميته علشان تقدر ترجع للعالم بتاعها. هو بياخدها على مكان متاكد ان هيكون في حد ميت، وبتساله ليه، فقال لها علشان دي قريه فقيره وكل يوم لازم حد يموت، وبتستغرب ازاي الناس الاغنياء سايبين الفقراء بالحال ده، بس هي دي الدنيا. وهم في الطريق بيسمعوا صوت واحد بيضرب مراته بالعصايه علشان بقاله سنه متجوز ولسه ما جابتش اولاد، وبتروح وبتنقذها من تحت ايده وبتديله موشح قد ايه الست بتتعب في البيت حتى لو مش معاها اطفال، وما ينفعش الراجل يعمل معاها كده، وبتقول الست دي تطلق جوزها وتعيش لوحدها لان في العالم بتاعها الستات ما بيعتمدوش على اي راجل. بس هي ما كانتش عارفه هتعمل ايه لو هو مش موجود لان ملهاش لا اهل ولا بيت. وبيزعق لها طبعا الراجل، وبيجي يو بيطلع الاشاره بتاعتها قدام الناس، وبيعرفوا ان دي مهمه في الدوله والكل بيركع لها. وبتاخد الست اللي جوزها بيضربها وبتطلع بره، وبتقول لها ان انا هديكي فلوس علشان تقدري تشوفي مكان تعيشي فيه وتشتري ارض تعيشي منها، ما تعتمديش على اي راجل. بس بتسالها عن مكان بيت يكون فيه اي حد ميت النهارده، وبتقول لها على مكان واحده قريبه منها جدا، وبتديها تذكار طلبت منها توصله لاختها. وبيستغرب سو من تصرفاتها، وبتقول له انت ما كنتش فاكر ان عندي قلب ولا ايه؟ وبتقرب منه وبيقول لها لازم تبعدي عني شويه. قالت له ليه؟ قال لها علشان ما بقاش عندي ثقه من ساعه ما كذبت عليا في مضاد السم. وبتحاول ترضيه وبتقول له ما تزعلش، بس بتشوفه لسه قالب وشه وبتمشي، وبتسيبه المره دي وهو اللي بيجري وراها علشان يحميها من اي حد. وبيروحوا بيشتروا اكل وبيشتروا فانوس، وبيروحوا للمكان اللي بيولعوه فيه وبيتمنوا امنيه. وبتساله انت تمنيت ايه؟ فبيقول لها اتمنى اني اقتلك. قالت له راسي عندك اهي لو قدرت اعملها. بس هو كان واقف وقال لها انت ليه واثقه قوي كده اني مش هعملها؟ وبتقرب منه وبتقول له علشان انت بتحبني. وبتقول له كمان ان الراجل مش بكلامه بافعاله، وانت افعالك كلها بتدل انك بتحبني. وبيروحوا مكان وبيقابلوا فيه واحده بتكون اخت الست اللي توفت، وبيدوها التذكار بتاع اختها. وبيشوف سو واحد غريب معدي وبياخد تشو وبيمشوا، بس هي كانت عايزه تقعد وزعلت منه انه اخدها. وبيقول لها انا شفت واحد غريب في المكان ولما احس انك في خطر لازم احميكي. وبتقرر تشو ان هم هيشتروا اقنعه ويلبسوها علشان محدش يعرفهم، بس بيجي وبيهجم عليهم، وبيوصل دينج في اللحظه دي وبيحارب معاه. وبيقول سو لتشو تروح تجيب المساعده، بس المره دي بيهجم على دينج وبيتصاب، بس بيقول لسو يروح يساعد تشو علشان اكيد هي في خطر. وفعلا تشو ما كانتش عارفه تروح فين ولا تيجي منين، وبتتمنى ان يو والجنود بتوعها يظهروا في اي وقت. وسو كان بيدور عليها في كل مكان، وفجاه بتلاقي طفله صغيره بتقول لها كلام بتحس منه تشو ان هي كمان جايه من المستقبل، وكل اللي قالته لها ان ده لغز ولازم تحله لوحدها. اما سو كان بيدور على تشو وبيشوف القناع اللي كان معاها على الارض، وفجاه بيلاقيها ولما بتشوفه بتحس بالامان وبتروح تحضنه في مشهد رومانسي، وبيطمن انها بخير، وبتقول له ان هي اتصرفت والجنود دلوقتي بيساعدوا دينج وهيبقى كويس. وبيقول لها سو بالرغم من اني استغنيت عن فكره قتلك بس انت لسه في خطر ولازم يتصرفوا. فبتقول له ان هي دلوقتي نفسها تلف العالم، وبيوعدها ان هو هيحميها في كل مكان تروحه. وبتقول له ممكن تطلب مني اكون حبيبتك، بس ما كانش فاهم يعني ايه حبيبه وحبيب. وبتقول له يعني عمرك ما هتغير رايك ابدا. وبيقعد ثواني يفكر وبيقول لها ممكن تبقي حبيبتي، وطبعا بتوافق. وفي مكان تاني ولي العهد كان زعلان على الخادم بتاعه يجي انه تعبان، وطبعا الكره جواه بيكبر اكتر وعنده خطه تانية. اما تشوفها بتروح مكان بعيد مع سو، وبيجي واحد ومعاه رساله ان في مزاد هيتعمل الليله دي، وبيقول له يروح يتفرج ويستمتع. ولما بيروحوا بتتفاجئ تشو بالاسوره اللي كانت السبب انها تروح للعالم اللي هي فيه وعايزه تشتريها، بس بتظهر واحده بنعرف انها الاميره الكبيره، وكانت بتنفذها على الشراء لحد ما بتوصل لسعر عالي، وفي الاخر الاميره الكبيره هي اللي بتشتريها. وبعد شويه بيشوفها سو زعلانه وبيقول لها ما تزعليش هجيب لك واحده غيرها، بس هي بتقول له ان الاسوره دي مميزه. ولما بيرجعوا الاوضه بيحس سو الاسوره دي مهمه جدا لتشو، وبيقرر انه يجيبها وبيسيبها نايمه وبيروح اوضه الاميره الكبيره وبيدور على الاسوره. اما تشوفها بتصحى تلاقي الجو حر وبتقرر انها تاخد دش، بس بتسمع صوت حد بره بيقول ان في قاتل وبتحس ان سو في خطر. ولما بيدخل بتحاول تفهم منه ايه اللي حصل، بس هو ما كانش عنده وقت للشرح، وبتاخده بسرعه وبتحطه في البانيو اللي فيه ميه بتاع هدومها علشان تخبيه. وبيجي الحارس من بره الباب وبيقول لها ان الاميره الكبيره عايزه تفتش علشان تدور على القاتل، بس هي بتقول لهم ان ما ينفعش حد يدخل وممكن الاميره بس علشان هي بتستحمى. وبتدخل الاميره وبتلاقيها فعلا لوحدها في الاوضه ومش بتدي خوانه وبتمشي، بس وهي طالعه بتعرف ان دي مش تشو الحقيقيه، وده بيطمنها. اما تشوف فبيديها سو الاسوره اللي كانت عايزاها، وبتعرف انه سرقها وما بترضاش تقبلها منه. فبيقول لها ليه؟ ما هي كمان سرقتها وعايزها تجرب شعور ان حاجه تتسرق منها. وبتعرف ان هما الاثنين عارفين بعض كويس. اما دينج فكان محبوس، وتاني يوم سو بيكون قلقان على دينج علشان لحد دلوقتي ما جاش ولسه هتقرب منه علشان تطمنه. فجاه في سيف في رساله بيدخل اوضتهم مكتوب فيها ان دينج صاحب السمو وهيقتله وبيطلب مساعدتهم، وطبعا كان عايز يروح ينقذه. بس تشو بتقول له لازم تفكر شويه علشان ممكن يكون فخ، بس بيقول لها سو ان حتى لو كان ده فخ فانا ما اقدرش اسيب دينج، وبتطلب منه ان هي تروح معاه، بس بيرفض علشان ده ممكن يكون خطر لحياتها. بس هي بتقول له ان هنا هيكون اخطر من هناك، واحنا اتوعدنا ان احنا هنكون مع بعض في كل حته. وبعد تفكير عرف ان عندها حق،
وبياخدها معاه بالليل وبيروحوا على القصر وبيدخلها من مكان سري، وبيلاقوا حراس كتير وبيقول لها ان في واحد تبعي هيهتم بالموضوع، وبيروحوا للمكان اللي فيه دينج محبوس وبينقذوه، بس بيقول لهم ان ده فخ وبيلوموا ان جه، بس سو ما كانش همه اي حاجه غير صاحبه، وبيجي وبيعرف سو ان هو اللي كتب الرساله دي علشان عارف انه هيجي لصاحبه، وبيقول لسو ما كانش فيه داعي تعمل اللي انت عملته، كان ممكن تقتلنا في البيت مع انك عارف ان احنا فيه، بس بيقول له ان ولي العهد قال لازم تموت في المكان اللي انت مشيت منه، وبيبداوا يتخانقوا مع بعض بالسيوف، وكان هيقتل سو بس بيجي دينج وبيدافع عنه وبيموت دينج، وسو لما شاف صاحبه بيموت قدام عينه اخد السيف وقتليه، وبياخد سو دينج وبيمشوا من نفس الطريق السري، بس الشاره بتاعه تشو وقعت منها، وبيوصل خبر موت يي لولي العهد، وبياخد سو وتشو دينج على مكان علشان يدفنوه بشكل لائق، وبعد الدفن بيقول سو لتشو ان هو خبى عنها الحقيقه، وبيقول لها ان هو ولي العهد الحقيقي، ودخل بهويه قاتل جوه حراس ولي العهد علشان ياخد حقه ويتفاوض مع الاميره الكبيره، بس دلوقتي هو تعبان بسبب موت صاحبه، وبتقول له تشو انا ما يهمنيش انت مين، وبتطلب منه انهم يروحوا في مكان هما الاثنين مع بعض ويبداوا حياه جديده، وبتكتب اسم دينج على لوح الخشب بقلم الروج، وبتدفن معاه الميك اب والاسوره، وبيطلب منها سو انه يتكلم مع صاحبه لوحدهم، ولسه بتمشي تشو بتحس ان جسمها بدا يتغير وتشو الحقيقيه هتبدا تسيطر عليها، اما ولي العهد فعارف الطريق السري اللي ماشوا فيه لما شاف اشاره بتاعه شو، وفي الطريق بتسال سو ايه الخطه بتاعتهم دلوقتي، وبيقول لها سو ان ولي العهد مش هيسكت على اللي حصل، وبتقول له تشو ان هي مش خايفه من اي حاجه، وفي مكان تاني بيقابل ولي العهد مبعوث بيه وبيطلب منه يحقق له امنيه ولي العهد ان هو يموت، وفعلا بيموته، وبيأمر الحراس يحطوا جثه مبعوث بيه في بيت تشو علشان يتهمها بقتله، وبيروح ولي العهد للاميره الكبيره واخته وبيحرضها ان تشو قتلت مبعوث بيه، وطبعا بتطلع قرار ان تشو يتقبض عليها، وبيروح ولي العهد وبيسال يو عليها اللي بيقول له انها مش موجوده، بس بياخدهم كلهم كرهينه، وفي السوق بتشوف تشو ويو ورقه لكل ملموم عليها ومكتوب فيها انها قتلت مبعوث بيه ومطلوبه، وبيهربوا بسرعه قبل ما حد يشوفهم، وبيقرر سو انه يروح القصر علشان يفهم اللي حصل، وبيطلب منها انها تفضل هنا علشان ده امان ليها، بس هي بترفض علشان هم قرروا كل حاجه مع بعض وامانها انها تفضل معاه، وبيوافق، وبالليل بيروح القصر، بس بنشوف سو لابس لبس واحده علشان يعرفوا يدخلوا، ولما بيدخلوا بيشوف سو جثه مبعوث بيه، وبيعرف سو ان مبعوث بيه اتقتل في قصر ولي العهد مش هنا علشان الجرح مر عليه 24 ساعه، وبيشك طبعا ان ولي العهد اللي قتله، وكان عامل الخطه دي كلها علشان يخليها ترجع، وبيقرر ان هم يروحوا القصر بتاعه ويشوف اي دليل، وطبعا علشان سو عارف كل مكان فيه بيوديها من طريق مختصر تاني، وبيشوفوا ولي العهد نايم، وطبعا سو بيتضايق لما بيشوفه عايش وصاحبه مات غدر على ايده، ولسه بيطلع سيفه تشو بتمنعه، وبيفكر سو في تصرفاته، وبياخد تشو وبيطلع وبيقول لها ان مش هقتله دلوقتي علشان لو قتلناه هنفضل هربانين طول عمرنا، ودي مش هتبقى حياه، ولازم يبقى معانا دليل نبرأ بيه اسمنا الاول، وكده كده في النهايه هيتعاقب، وفجاه بيشوفوا حارس من الحراس وبياخدوا صوره هنا، وتاني يوم بيقول لها ان احنا كده معانا ادله وشهود، وبيقرروا يروحوا للاميره الكبيره علشان يعرفوها قد ايه اخوها خاين، بس تشو كانت خايفه وما تصدقهمش علشان ده اخوها، بس بيجربوا حظهم وفعلا بيروحوا، والحراس بيمسكوهم وبيقولوا للاميره على اللي حصل، وبيدوها الدليل ان الحارس اللي معاهم اللي يثبت ان هم ما قتلوش مبعوث بيه، واللي قتله هو اخوها، وعايز يعمل صراع بين الدولتين ويبقى الامبراطور، وبتساله الاميره ايه اللي خلاك متاكد، قال لها علشان انا كنت واحد من المحاربين اللي معاها، وبتتحايل على الاميره انهم يسيبوهم يعيشوا حياتهم بعيد، وبيقول سو للاميره انه عارف ان تشو ما قتلتش مبعوث بيه، بس هي سابت كل ده يحصل علشان تستدرجه ويقول لها على كل حاجه، وبتقول له ايوه، وبتساله عن الجواسيس اللي حطتها في القصر، بس رفض يقول لها بما ان العالم في سلام فهيسيبهم يعيشوا حياتهم، وبيحذروها من ولي العهد، وبيمشوا بعد ما بياخدوا الامان، وبره بيفرح سو ان تشو مهتمه بيه في مشهد رومانسي، بس هي بتتكسف، ولسه بتكمل كلامها فجاه تشو الحقيقيه بتبدا تسيطر عليها، وبيلاحظ سو ان في حاجه غلط وتشو هتبدا ترجع تاني، اما الاميره فبتحقق في اللي قاله سو، وبيجي يو وبيقول لها ان فعلا تشو ما قتلتش مبعوث بيه، اما تشو فبتطلب من سو يدوروا على مكان علشان يعيشوا فيه، وولي العهد بيروح للاميره الكبيره اخته ومعاه مشروب، بس طبعا كانت شاكه ان في سم وبتعمل اختبار فيه، وبتتاكد فعلا انه سام، وطبعا ولي العهد بيحط التهمه على الطباخ اللي عمله، بس هي كانت عارفه ان هو اللي عمل كده، بس طبعا بيطلع كل اللي في قلبه علشان اخته الكبيره اللي المفروض تقف معاه وقفت مع تشو اكتر منه، وطبعا دخل في حاله جنون، والاميره بتطلع منشور ان ولي العهد علشان خاين اتمنع من دخول القصر الامبراطوري واتشال من منصبه، اما تشو فبتتشال التهمه اللي عليها وبتخليها ترجع للمنصب بتاعها تاني، وبتروح تشو وسو القصر علشان تخلي مسؤوليتها من كل اللي حواليها وتديهم فلوس وتديهم حريتهم، وبتقول لسو ان هم هيشوفوا مكان يعيشوا فيه مع بعض وهتتعلم الطبخ وهتبقى مسؤوله عن البيت، بس هو بيتريق عليها علشان عارف انها مش هتقدر تطبخ الاطباق اللي بيحبها، بس هي قررت تثبت له انها شاطره، وبيروحوا السوق علشان يشتروا الخضار، وبيعجبها حاجه بس تشو الحقيقيه بتبتدي تسيطر عليها، وبيلاحظ سو ان تشو فيها حاجه غلط، وبياخد
بياخدها على البيت، وبعد ما بتطبخ بيدوق اكلها وبيقول انه جميل جدا، بس هي لما بتدوقه بتعرف ان طبخها وحش وكان بيكذب عليها علشان ما يحرجهاش، بس بتحس ان سو غريب وبيفتكر اول مره شافها لما كانت تشو قتلها، وبيقول لنفسه انا خسرت دينج ومش هسمح اخسر روحك كمان، ولازم تعيشي بامان حتى لو ما كنتش انا وانتي في نفس العالم. وبيفتكر ذكرياتهم مع بعض من يوم ما اتقابلوا لحد اليوم ده. وبعد شويه بيديها الاسوره، وبنعرف ان الاسوره دي كانت دفنها مع جثه دينج، بس هي بترفض تاخدها علشان فكرته عايز ينفصل عنها، بس هو بيقول لها ده مش صحيح، وبيقول لها انتي مش حاسه ان جسمك بيتغير الايام دي، وبتحاول تسيطر عليه. اما ولي العهد اللي بقى خلاص سابق بيقرر انه ينتقم وبيروح لتشو وسو ومعاها الحراس، وفجاه بتتغير وبتسيطر عليها تشو الحقيقيه، وبتنادي على ولي العهد السابق وبيعرف ان الحقيقيه طلعت فعلا. ولما بتشوف تشو الشريره سو جنبها بتاخد السيف وبتقتله، ولما بترجع لتشو حبيبه سو بتتصدم ان هي عملت كده وقتلت حبيبها بايديها. وطبعا ولي العهد السابق بيشوف الوضع بقى خطير وبيهرب، وبصراحه كانت زعلانه على حبيبها سو اللي قتلته بايديها، وبتحاول تنقذه بس هو بيودعها وبيقول لها تعيش حياتها في العالم بتاعها. وبترجع الاحداث لورا، وبتقوم بطلتنا تشو من النوم وبتشوف التاريخ وبتعرف انه يوم 14 نفس اليوم اللي سافرت فيه ولسه زي ما هو 14، وبتحس ان ده كله عباره عن حلم بس حاسه انه حقيقي. وبتقوم بسرعه علشان اتاخرت على شغلها، وفي الطريق بتخبط واحد كان بيصور شبه سو حبيبها في الحلم. وبيخلص مسلسلنا على كده. يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه، وانتظروا كل جديد عندنا هنا، وان شاء الله الملخصات الجايه هتعجبكم جدا جدا. سلام.